أهلا وسهلا بحضراتكم. رواية مرتفعات ويذرينج هي رواية للكاتبة والروائية البريطانية إيميلي برونتي، واتسمت الرواية على اسم المكان اللي وقعت فيه الأحداث. مرتفعات ويذرينج من الأماكن الجميلة المنعزلة عن الريف الإنجليزي، واللي كان ساكن فيها عيلتين، عيلة إرينشو والمكونة من السيد إرينشو وزوجته وأولادهم كاثرين وهندلي. أما العيلة التانية فهي عيلة لينتون، وبتتكون من السيد لينتون وزوجته وأولادهم إدجار وإيزابيلا، وبيعيش معاهم الخدم. بتبدأ أحداث الرواية بسفر السيد إرينشو في رحلة عمل للمدينة، وفي أحد شوارع المدينة بيقابل طفل مشرد وكان يتيم، فأخده معاه للبيت في الريف وسماه هيثكليف. لكن أفراد العيلة ما تقبلتش وجود الطفل اليتيم ذو البشرة السمراء والغريب عنهم. أما السيد إرينشو وبنته كاثرين فكانوا بيتعاملوا مع هيثكليف بحنان وعطف، واعتبرته كاثرين واحد من الأصدقاء المقربين ليها، على عكس أخوها هندلي اللي كان بيحمل في قلبه الغضب والكره الشديد تجاه هيثكليف، لأنه كان شايف إن هيثكليف أخد مكانه عند والده. فبدأ بمعاملة الطفل اليتيم معاملة سيئة، بالإضافة إلى معاملته بكل أنواع العقاب والتعذيب. وبعد مرور عدة سنوات من التعامل السيء المستمر بين أفراد العيلة والطفل الصغير هيثكليف، بيزيد سلوك هندلي سوء، فبيبدأ الأب إرينشو في تأديب سلوكياته، وبيقرر إنه يبعته لمدرسة من المدارس العسكرية الموجودة في المدينة عشان يتعلم الطرق الصحيحة في التعامل، ويقلل الاعتداء الحاصل بشكل مستمر على هيثكليف. وبعد مرور عدة سنوات بيموت السيد إرينشو، ولما عرف هندلي الخبر رجع بسرعة للبيت ومعاه زوجته الجميلة اللي اتجوزها واللي كانت بتتمتع بالجمال والغنى. لكنه رجع والكره والحقد على هيثكليف مشتعلان جواه، عشان كان محمله سبب إرسال أبوه ليه للمدرسة العسكرية وبقائه مبتعد عن المنزل طول السنين اللي فاتت، بالإضافة للمعاملة السيئة اللي كان بيواجهها وهو في المدرسة. عندها قرر هندلي إنه يقوم بفصل هيثكليف من المدرسة، وقام بتوزيع الراتب الخاص بيه على الخدم الموجودين في المنزل، وأجبره على الامتناع عن رؤية كاثرين. بدأت حياة هيثكليف تتغير لمسار سيء بسبب المعاملة السيئة والعنف الجسدي اللي كان بيتعرض لهم من هندلي، فبدأ قلبه في التخلي عن الشعور بالإنسانية والمحبة، واتبدلت مشاعر الحب عنده لكره، وبدأ يكتسب من الطباع ما هو سيء. واللي زود الموضوع سوء إنه عرف إن كاثرين هتتجوز من إدجار لينتون، وهو الفتى اللي بينتمي للعيلة المجاورة ليهم على جبال ويذرينج، وبيعتبر واحد من أصدقاء الطفولة، واللي هتتجوزه عشان أمواله ونفوذه الواسع. في الفترة دي بيقرر هيثكليف إنه يبعد ويبدأ يدور على أعمال خاصة بيه واللي بينجح فيها. وبعد مرور 3 سنين من ابتعاده بيرجع تاني لجبال ويذرينج، لكن المرة دي بيرجع وهو واحد من الأثرياء، وبيتقدم للجواز من إيزابيلا أخت إدجار، لكنه بيتقدم لها مش عشان بيحبها، لكن عشان ينتقم من عيلة إرينشو بسبب المعاملة السيئة اللي كان بيتعامل بيها رغم حبه ليهم، وعشان كمان ينتقم من عيلة لينتون بسبب جواز كاثرين منهم وابتعادها عنه. وبالفعل اتجوز هيثكليف من إيزابيلا، لكن كاثرين ما عاشتش كتير لأنها ماتت وهي بتولد بنتها الصغيرة، فسموا المولودة على اسمها كاثرين إدجار. وبتمر سنين طويلة وبتدور الأيام، وبيفضل الانتقام يكبر جوه قلب هيثكليف، فبيقرر إن يوقع كاثرين بنت إدجار في حب ابنه عشان يتجوزها وياخد كل ثروتها. لكن القدر بيكون ليه ترتيب تاني،
وبتنتهي الرواية بموت هيثكليف هو وابنه من غير ما يتجوز ابنه من بنت إدجار، وبتتجوز كاثرين من هاريتون ابن هندلي إرينشو. بكده بتبقى خلصت روايتنا للنهاردة، ونلقاكم مع رواية أخرى إن شاء الله.